مشكلتك في الجوع، وأول لما بتفكر تعمل دايت بتجري تدور على أدوية تحسسك بالشبع؟ إيه رأيك تعمل دايت يزود هرمون الشبع، الليبتين هرمون؟ لما بتاكل النشويات البسيطة والحلويات خصوصا اللي معمولة من سكر الفركتوز أو من شراب الذرة، بيرسل إشارات للهايبوثالاموس اللي في المخ إنه يزود مستويات البيبتايدز العصبية المحفزة للجوع. فلو فطرت مثلا شاي بسكويت أو شاي وكيك فتأكد بعدها إنك هتحس بجوع شديد. لكن لو حبيت تاكل وتحس بالشبع، أول حاجة إنك لازم كل وجباتك تكون غنية بالبروتين، لأن أكل البروتين بيزود إفراز هرمونات الشبع زي البيبتايد YY وهرمون الGLP، وكمان بيبطئ هضم وامتصاص وجبتك فتفضل شبعان لفترة أطول. وأفضل أنواع البروتين هي صدور الدجاج والبقول والجبنة القريش والزبادي اليوناني، فيكون في الوجبة تقريبا من 25 ل 30 جرام بروتين، زي مثلا ربع رغيف مع بيضة بالخضروات ومعاهم كوب زبادي يوناني، أو ربع دجاجة مع سلطة 6 معالق رز، أو طبق سلطة وعليه مكعبات جبنة حفنة مكسرات حجم قبضة اليد وعليهم 3 معالق فاصوليا بيضة أو فاصوليا حمراء. تاني حاجة تناول الألياف في كل وجبة برضه بيبطئ هضم وامتصاص الوجبة، فبيديك إحساس بالشبع لفترة أطول، وسواء من الخضروات أو الفاكهة أو الحبوب الكاملة. ثالث حاجة النشويات تكون معظمها معقدة من الحبوب الكاملة، وتكون في حدود حصة أو حصتين في الوجبة على الأكثر حسب وزن واحتياجات كل فرد. رابع حاجة النوم المتواصل بالليل بيزود إحساسك بالشبع لليوم اللي بعده. خامس حاجة إننا ناكل ببطء، لأن إشارات الشبع بتاخد حوالي 20 دقيقة من بداية تناولك للوجبة لغاية إحساسك بالشبع. ونحاول نركز وقت الأكل ونبعد عن التي في والشاشات علشان نحس بأكبر إحساس شبع. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم أسئلة اكتبوا.